طيب هو ايه الجديد في مبادرة التمويل العقاري اصلا؟ اتلغت ولا حصل فيها تعديلات؟ انا هقول لكم كل المستجد في المبادرة دي علشان اللي ناوي يقدم ويستفيد منها. هنعرف نبدأ منين وازاي؟ ايه شروطها؟ وحسبة مرتبك هينفع تشتري شقة وتدفع قسط قد ايه؟ علشان لو شايف الدنيا مجعلصة شوية والشروط صعبة انا هبسط لكم الحكاية. بس ما تنسوش تعملوا فولو وتتابعوني علشان تعرفوا كل الجديد، وانا معاكم شروق ابراهيم. مبدئيا كده انا رحت البنوك وعملت جولة علشان افهم ايه الحكاية. مبادرة التمويل العقاري لسه موجودة، وزي ما انت عارف انها مبادرة مدعمة، يعني الفوائد فيها اقل من التمويلات العادية. اول ما نزلت كانت الفايدة 3% لمحدودي الدخل و8 لمتوسط الدخل. فجأة ومن شهور اصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك برفع اسعار الفايده للمبادره في القروض الجديده، يعني اللي لسه هيشتري. فهي اتعدلت علشان الظروف الاقتصاديه، لكن برضه تعتبر مدعمه مش زي فوائد القروض الحره. الفايده على مبادره متوسط الدخل ارتفعت ل 12%، ومحدود الدخل ارتفعت ل 8%. طيب اللي اصلا واخدين قروض بالفعل وبيدفعوا اقساط كده ظروفهم ايه؟ لا دول محظوظين، قالوا هيستمروا على الاسعار اللي اشتروا بيها 3 و8% زي ما هم. يعني الغلابه اللي ناويين يقدموا هم اللي هيشتروا بالفايده الجديده لانهم اتاخروا. نيجي بقى لتفاصيلها. لازم يكون المتقدم مصري معروفه، اقل سن 21 سنه، وممكن يكونوا موظفين او اصحاب اعمال حره او حرفيين طالما لديهم اثبات دخل موثق، ولازم يكون متامن عليك. ودي المفاجاه اللي عرفتها من البنوك، لازم يكون في براند تامينات علشان يضمن انك تدفع الاقساط. الاوراق المطلوبه بقى بتكون بطاقه الرقم القومي، ولازم تكون ساريه، اثبات دخل رسمي، مفردات مرتب، بيان حساب بنكي او بطاقه ضريبيه للعماله الحره. تمام لحد كده؟ ندخل بقى في الحسابات. هتبدأ منين؟ أولاً بتختار شقة متسجلة في الشهر العقاري، ويكون مالك الشقة موافق إن يبيعها تمويل عقاري. شرط إنها تكون شقة متشطبة وجاهزة للسكن، ولازم تكون قيمة الوحدة ضمن حدود مبادرة التمويل، فبتختلف حسب البنك والفئة ودخلك أنت كمان. وبيقرروا أنت من أنهي فئة. الفئة الأولى اللي هم محدودي الدخل، سعر الفايدة عليها 8% سنويا. دخلك الشهري لو أعزب ما يزيدش عن 10000 جنيه، لو أسرة لحد 13000 جنيه. يعني لو أنت مرتبك 10000 جنيه أو أقل فأنت في فئة محدودي الدخل. ده معناه ان ليك سقف في سعر الشقه اللي هتجيبها، اللي هو المفروض كام؟ 1,400,000 حد اقصى. وده طبعا مش سهل، وهقول لكم ليه قدام. اي شقه فوق 1,400,000 هتكون لمتوسط الدخل اللي سعر الفايده عليها 12%، وشروطها ان الاعزب يكون مرتبه لحد 20,000 والاسره 25,000. المقدم في كل الحالات بيكون عادة 20% من قيمة الشقة. لو عاوز تدفع أكتر مش هيقولوا لك لا. ومدة التمويل بتوصل ل 30 سنة. معظم البنوك مشاركة في المبادرة، على رأسهم البنك الأهلي المصري أكبر ممول، وبعده بنك مصر والقاهرة والإسكان والتعمير، وفي بنوك انضمت زي QNB وده بيقدم تسهيلات. تعالوا بقى ندي مثال كده. لو أعزب ودخله الشهري 10000 جنيه، تصنيفك إيه في مبادرة التمويل العقاري؟ هيكون محدود الدخل، لأن الحد الأقصى للأعزب في الشريحة 10000 جنيه شهريا زي ما قلت. سعر الفايدة 8%. مدة السداد بتوصل ل 30 سنة. القسط الشهري بقى كام؟ البنوك بتشترط ان ما يزيدش القسط عن 40% من دخلك، يعني في حالتك مش هينفع تدفع اكتر من 4000 جنيه قسط شهري، وده كحد اقصى. فعلى حسابات البنوك قيمة الشقة اللي هينفع تشتريها بالتقريب كده على اساس ال 8% فايدة ومدة 30 سنة وقسط 4000 جنيه شهريا هتكون من 450 ل 600000 جنيه. هندي مثال. سعر الشقة 600000 جنيه، هتدفع مقدم 20% 120000 جنيه، مبلغ التمويل الباقي 480000 جنيه. القسط هنقول 4000 جنيه وعلى مدة 30 سنة. يعني معنى كده ان لو مرتبي 10000 جنيه ما ينفعش اشتري شقة بمليون او اكتر؟ للاسف لا. وخليني اوضح لك ليه. لان اقصى تمويل ممكن تاخده من البنوك حتى مع افضل سيناريو اللي هو فايدة 8% والمدة 30 سنة هيكون 500000 جنيه، مقارنة بسعر شقة بمليون ونص مقدمها هيكون كام؟ 300000. يبقى مبلغ التمويل الباقي 1,200,000. ده اكتر اصلا من ضعف التمويل المسموح لك. القسط الشهري لشقه بمليون ونص هيكون تقريبا من 9 ل 10000 جنيه شهريا، يعني مرتبك كله، فاكيد مستحيل عليك وعلى البنك. فالحل الوحيد لو انت مصمم انك تدفع مقدم كبير، وده حوالي هيكون مليون جنيه، لان التمويل اللي نازل لك 500000 بس، فاكيد يعني لو معاك مليون جنيه مش هتدخل في مبادره. غير كده اي بنك حتى اللي بيقدم تسهيلات مش هيوافق على التمويل ده، لان القسط فوق طاقتك. طيب يجي سؤال بقى في بالك. لو انا مرتبي 10000 جنيه ينفع اروح للتمويلات العاديه من البنوك؟ يمكن يكون في تسهيلات اكتر. هقول لك ممكن، بس تعالى نحسبها سوا. لو شقه بمليون ونص ودخلك 10000 جنيه يبقى الحل ايه؟ القروض العقاريه العاديه اللي بتقدمها البنوك بدون دعم من البنك المركزي. مميزاتها بقى بتكون ايه؟ انك بتمول جزء اكبر من ثمن الشقه، بيبدا من 70 وبيوصل ل 90%. مده السداد بتوصل ل 25 سنه. مش متحدد دخل ليك معين ولا حاسباك في فئه زي الثانيه، ومفيش سعر معين للشقق على عكس مبادرة التمويل. بس نيجي لعيوبها. سعر الفايدة أعلى طبعا من مبادرة التمويل، لأن هي بتبدأ من 13 وبتوصل ل 20% سنويا،
او اكتر كمان حسب البنك والسياسه. القسط الشهري بيكون اعلى ولازم الدخل يسمح بيه، عاده القسط من 35 ل 40% من الدخل زي ما قلنا، دي شروط البنوك، فلو حسبتها هتلاقيها برضو صعبه لانك ضفت عليك عبء فايده اكبر. شروط التقديم زيها زي اي مبادره، بس بيتضاف كشف حساب بنكي اخر 6 شهور وتقرير ائتماني اي سكور. ناخد بقى مثال تقريبي كده، لو هناخد قرض عقاري عادي، لو الشقه ب1.5 مليون، الدفعه الاولى هتبقى كام؟ 300,000 جنيه، 20%، المبلغ الباقي 1,200,000. حلو. لو القسط 40% من دخلك 4000 جنيه مع فايده اعلى، يعني 15% بقى، ومده هتكون 20 سنه مثلا. هنا هتظهر الازمه، بعد حسبه الفوائد القسط هيكون اعلى من دخلك المسموح، وبالتالي مش هيوافق البنك وهيقول لك تم رفض طلبك. يبقى كده عرفنا ان حتى القرض العادي ممكن يكون صعب بدون زياده الدخل او دفعه المقدم، لانه بيعتمد على قدرتك على السداد. عارفين بقى لو شقه 1.5 مليون المفروض تدفع قسط كام؟ هقول لك. لو القرض عقاري عادي على 20 سنه وفايده 15%، هيكون تقريبا 15.5 ل 16,000 جنيه. الرقم بيختلف حاجه بسيطه طبعا حسب طريقه الحساب عند كل بنك. ولو مدعم تبع مبادره التمويل العقاري وفايده 12% على 30 سنه ومقدم 20%، هيكون من 9 ل 10,000 مرتبك كله. الخلاصه بتقول القروض العقاريه الخارجه عن المبادره ممكنه، لكن الفايده اعلى. يعني لو نفسك في شقه كبيره، الخيار الافضل ليك هو رافع دخلك الشهري، زيادة المقدم، أو تقليل قيمة الشقة اللي أنت عاوز تشتريها. أنا مش بقفلها في وشك والله، أنا بس بفهمك القصة ماشية إزاي. في حدود الدخل ده اديت كل الأمثلة، بس لو دخلك بقى أنت عارف هتحسب إزاي، وانت بنفسك هتبقى عارف قبل ما تروح البنك ايه اللي هينفع تشتريه، تشتري شقه في حدود كام، في اي خدمه يا عم. ونصايح اخيره هختم بيها عشان تقدم في قروض التمويل العقاري. قبلها لازم تحسب دخلك وقارنه بحدود كل شريحه، انت من انهي شريحه. ادرس مصاريف الدفعه الاولى، المقدم والتامين والمصاريف الاداريه قبل التوقيع، لان كل ده ممكن يبقى عبء. قارن بين عروض البنوك الممكنه، لان بعضها بيقدم مزايا اضافيه، فدي مهمه انك تسال في كذا بنك. واخيرا تتاكد ان الشقه متسجله شهر عقاري. وبس كده، وشكرا.